الكاف يمنح رسميا المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وهزيمة مذلة لملف الجزائر أمام المغرب. وفي التفاصيل، أعلن الاتحاد الإفريقي رسميا لكرة القدم عن البلدين المستضيفين لدورتي 2025-2027 من كأس الأمم الإفريقية في اجتماع لمكتبه التنفيذي بالقاهرة اليوم الأربعاء 27 شتنبر الجاري. ومنح الكاف برئاسة باتريس موتسيبي المغرب استضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية سنة 2025 بعدما ضمن المغرب عددا كبيرا من الأصوات من قبل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. فرص المغرب لاستضافة نسختي 2025 ازدادت بشكل كبير بعد أن أخبر الاتحاد الجزائري لكرة القدم نظيره الاتحاد الإفريقي يوم أمس بسحب ملف ترشحه لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا خلال النسختين السالفتين الذكر، لأنه لم يعد من أولوياته حسب ما قاله المعلق الجزائري حفيظ الدراجي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. وسبق للمغرب أن نظم كأس الأمم الإفريقية سنة 1988 في بطولة عرفت مشاركة 8 منتخبات وفاز بلقبها المنتخب الكاميروني بعد فوزه على نيجيريا بهدف نظيف في المشهد الختامي، علما أن أسود الأطلس آنذاك كانوا قد غادروا المسابقة من نصف النهائي. وكان رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي قد أعلن في 30 شتنبر الماضي سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها لاستقبال المسابقة القارية. وفي السياق ذاته ستستضيف كوت ديفوار نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2024 مطلع السنة المقبلة في الفترة الممتدة ما بين 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، حيث ستستمر المنافسة لمدة 4 أسابيع بين 24 دولة في القارة الإفريقية. نشكركم على حسن المتابعة.